اخترع مواطن من الناصرية كاميرا لاسلكية لا تحتاج إلى خدمة الإنترنت، تعمل بالطاقة الشمسية في نقل التصوير إلى بعد يصل حتى 5 كيلومتر بدقة عالية، في خطوة تعد من الأفكار التي تتجاوز حدود المعقول. بعد ولعه وشغفه الكبيرين بالإلكترونيات والكاميرات، استطاع هذا المواطن في ذقار تجاوز المعقول بعد أن اخترع كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج لكهرباء أو إنترنت أو حتى شبكة الواي فاي لنقل الصوت والصورة، حيث استخدم تقنية جديدة محافظا على نقاء ودقة التصوير بأعلى درجاته، ومؤكدا أنها تنقل عن بعد يصل إلى 5 كيلومترات. صممت الكاميرا والحمد لله وشكر، وسويتها طبعا هي ضد الماء، حتى بايام الشتاء ما لها علاقه، ما يدخل لها ماء ولا يدخل اي شيء. والحمد لله المشروع كمل وهاي الكاميرا تشتغل وجاي تنقل لي صوره ما محتاج لا كهرباء ولا اي شيء. وان شاء الله هذا المشروع راح يتطور بعد اكثر واكثر، وان شاء الله راح نقدر نفيد به القنوات ونفيد به القوات الامنيه ونفيد به اي جهه تحتاج هيك مشاريع. اي مكان ممكن ان يحتاجون هيك شغلات كاميرات نقل صوره، سواء صار كيلو او 5 كيلو ممكن يستفاد من عده. المخترع الذقاري أكد أن في البلد كفاءة تكنولوجية كبيرة وتحتاج لمؤسسة حكومية تستقطبهم وتنمي مواهبهم واختراعاتهم، وأنه مستعد للتعاون مع الدولة لإنتاج العديد من هذه الكاميرات حال توفر الظروف الملائمة لذلك. اتمنى اكو فد مؤسسه يعني تتبنى، مو بس انا، كل شخص اللي عنده هيك شغلات حتى يبدي البلد يتطور بهواي امور. يعني شوف انا هسه اعاني لما ادور على قطعه، صار لي يمكن حوالي والله اسبوع ادور افتر على هاي القطعه ماكو، بس لو اكو مؤسسه تقول لي تعال انت على شنو دايخ، تعال اخذ هاي القطعه، يلا شنو عندك من ابتكارات سوي لنا. لربما يمكن أن تستخدم هذه الكاميرات والتي ستحدث طفرة جديدة في عالم الإلكترونيات في مراقبة الشوارع الرئيسية والحقول والمصانع دون الحاجة لطاقة كهربائية أو أسلاك توصيل وغيرها من الاستخدامات الكثيرة في الحياة اليومية. عامر عبد الرزاق، قناة آفاق، الناصرية.